السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ هنعمل بقى النهاردة أكلة خفيفة كده. هي كفتة داوود باشا، عارفينها؟ كفتة يعني خفيفة وسريعة. وأنا عملت النهاردة كده على أساس إن أنا يعني ايه بجهز بقى ايه التجهيزات، النواعم اللي هي الكحك والبسكويت وكده. فكانت دي أسرع حاجة بالنسبة لي. تمام، طبعا الحاجات دي أنا إن شاء الله هصورها لكم، البسكوت والبيتي فور والكحك والحاجات اللي زي كده. فقلت بقى ايه اروح النهارده اجيب الحاجات بتاعه الكحك والبسكوت والحاجات اللي زي كده، الخامات يعني. فرجعت بقى متاخر، فقلت ايه دي اسهل طريقه، يعني اسهل حاجه اسرع حاجه ممكن تعمليها. انا عملت الاكله دي ما خدتش مني نص ساعه، وكنت حاطه رز كمان على النار. تمام. انا هنا بقى معايا عشان ما اعديش معاكم الفيديو، معايا نص كيلو من اللحمه، ومعايا معلقتين من البرغل منقوعين، ومعايا بصلايه مفرومه ناعم. بصلايه مفرومه بالميه بتاعتها يا جماعه، يعني بصلايه صغيره كده. تمام. ومعايا التوابل بتاعتي بصل وتوم باودر وبهارات لحمه، ومعلقه بابريكا انا لسه حطاها دلوقتي قدامكم اهو. بصل وتوم وبهارات لحمه وفلفل اسود، بس مش اكتر من كده. ممكن تستغني عن المعلقتين البرغل، وممكن تحطيهم زي ما انا عملت كده. كفته داوود باشا الاصليه ما فيهاش معلقتين البرغل دول، بس انا حطيتهم عشان انا مستعجله على الوصفه. المفروض ان انت هتعملي الكفته دي هتحطيها في التلاجة قد 10 دقايق ربع ساعه، فانا ما كانش عندي وقت، فحطيت معلقتين البرغل عشان اضمن انها ما تفكش في الصلصه. تمام. بعد بقى ايه ما عجنتها كويس كده بالبرغل والتوابل بتاعتها. بصوا شايفين شكلها كأنها ما فيهاش اي حاجة غير اللحمة، شايفين شكلها كأنها لحمة بس. لازم تعجنيها كويس عشان كل المكونات بتاعتها تدخل في بعضها. بعد كده هبتدي بقى ان انا ايه اكورها كده بالشكل ده. انا حاطه هنا في الصينيه اللي قدامكم دي معلقتين من زيت الذره. ممكن تحطي معلقتين زبده، ممكن معلقتين سمنه بلدي، بس انا كنت عايزه النهارده ايه اعملها بالزيت، زيت ذره. حطي اي نوع زيت عندك مفيش مشكله. تمام. بصوا بقى هنكورها كده بالشكل ده، وهنقفل الكوره كويس عشان ما تفكش، يعني ما يكونش الكوره فيها تشققات، تكون الكوره بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. حطيتها بقى على النار كده. بصوا انا بهز الصينيه كده على اساس ان هي تتقلب، ما اقلبهاش بمعلقه عشان هي لسه طريه فممكن برضو تفك. بصوا اهي كل ما بتستوي وبتاخد لون بتهزيها كده بالشكل ده لغايه ما ايه بتلاقيها كلها خدت اللون ده اهو. بصوا اوريكم شكلها من قريب، بصوا شكلها اهي كده. بصوا هنا بقى كانت خدت اللون كلها، وطلعتها حطيتها في طبق جنبي، وحطيت مكانها الصوص اللي نازل منها، حطيت مكانها معلقه توم مفرومه، يعني هيتشوح كده تشويحه صغيره. بعد كده هنزل بقى في التوم ده بمعلقتين من الصلصه، معجون الصلصه دي، صلصه اللي هي المعلبه. بس ايه هنزل بالمعلقتين كده عشان طبعا اعزز اللون، وكمان بيبقى طعمها حلو قوي بالصلصه. يعني احنا هنحط برضو طماطم فريش دلوقتي، بس لازم ننزل بالصلصه دي كده الاول على اساس ان احنا نديها تشويحه كده عشان الماده الحافظه اللي فيها. تمام اهي. بصوا بقى كده، بصوا البهاريز اللي مكان الكفته بتطلع مع الصلصه بجد هيبقى طعمها تحفه جدا، ما اقولكوش على الريحه. نزلت هنا بقى ايه ب... بربع كيلو من الطماطم مضروبين في الخلاط كده، وابتديت ان انا اصفيهم. طبعا لازم تصفيهم عشان التفل بتاع الطماطم ده يعني بيبقى مش حلو قوي في الوصفات، وكمان بيتقل الصلصه زياده عن اللزوم. بصوا هنصفيها بقى كويس، وهنسيبها تغلي غلوتين، وهنرجع تاني نحط اهي. بصوا غليت غلوتين اهي، وهننزل بقى فيها الاول بمعلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من الكزبره الناشفه وكمان شويه ملح صغيرين. هننزل بقى ايه بعد ما غليت غلوتين كده مع التوابل. بصوا هي ما اتسبكتش، بس هي هتغلي الغلوتين دول. وبعد كده هننزل بقى بالكفته. بصوا بقى ايه الكفته اهي، هننزل بقى بالكفته كده، وسيبيها بقى ايه تتسبك مع بعضها. مش هتاخد معاكي ربع ساعه في الصلصه كده، بس طبعا هتوطي عليها تغلي بالشكل ده. بعد ما تغلي بقى بالشكل ده بعد 10 دقايق ربع ساعه هتكون استوت.
لان احنا اوريدي احنا حمرنا الكفته فاخدت نص سوا. هنزل عليها بشويه ملح وفلفل اسود، دول ملح وبهارات يعني اهو. هنا بقى هنغرفها. بصوا بقى شايفين شكلها حلو قوي ازاي، ما اقولكوش بقى على الريحه. انا كنت وانا ابتديت في الاكل كده كانت الساعه حوالي 5:15، هنا كنت 6 إلا 10 وانا بغرف كده. وكنت كمان عملت العصير، وكنت عملت الرز، وكنت عملت كمان شويه سلطه. تمام اهو كده خلاص خلصنا. هنحط بقى كده خضره للوش للتزيين أو عشان نكسر اللون. وبصوا بقى هنا عملت الرز اهو، وغرفت كده في الطبق شويه رز بشعريه. ممكن تعملي جنبهم مكرونه جنب الكفته دي، ممكن تعملي مكرونه بالصلصه. بصوا بقى بس انا عملت يعني رز بشعريه. بصوا بقى هنغرف كده. بصوا بقى لون الكفته حلوه قوي ازاي، يعني اكله سريعه كده وخفيفه وفي نفس الوقت عشان ننجز يعني اللي ورانا. وعملت كده كمان العصير بتاعنا كان خروب وسوبيا. بالنسبه يا جماعه للسوبيا، السوبيا دي سوبيا عمان، هي جاهزه من كل حاجه، انت بس بتضيفي الحليب وبتضربيها في الخلاط او بالهاند بلندر اي حاجه يعني، وبتبقى جاهزه معاكي. والخروب عملناه مع بعض قبل كده. كده يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.